عمرك عديت بفترة كده كنت كل يوم بتدعي فيها، بتصلي وتبكي وتقول يا رب حقق لي دي وقرب لي دي وريح لي قلبي بس، وبعدين من كتر التعب سكت، ما بقتش تدعي، حسيت ان الدعاء ملوش تأثير؟ في لحظة بتحصل لنا كلنا، بتحس ان صوتك مش طالع ولا حتى عندك طاقة تقول يا رب، وتبتدي الأفكار السوداء. يمكن ربنا مش راضي عني، يمكن دعواتي خلاص راحت. بس بصراحة ده أكتر وقت ربنا بيكون قريب منك. عارف ليه؟ لأنك لو كنت فعلا منسي ما كانش هيجيلك إحساس الغربة ده، ما كانش قلبك هيزعل، ما كنتش هتحس إنك فقدت صلة بينك وبين ربك. ده مش بعد، ده حنين. اللي بيحب يرجع واللي قلبه صاحي حتى لو تعبان. ومفيش دعوة بتروح ولا كلمة بتضيع ولا دمعة بتنزل من غير ما تتسجل. يمكن الدعاء اتأخر، مش علشان مش هيحصل، بس علشان لسه مش وقته، علشان لو جه دلوقتي مش هتقدر قيمته. اوعى تفكر ان سكوتك في وقت الوجع بعد، ده علامة ان قلبك بينادي من جوه، رجعني يا رب حتى لو انا مش قادر اقولها بلساني. ارجع بالدعاء حتى لو بكلمة، حتى لو بيا رب ساعدني، وربنا هيبعت لك علامة، راحة بسيطة، باب صغير يتفتح، كلمة من حد، نور يطمن قلبك. وهتعرف بعدها إن ربنا عمره ما نسيك، أنت بس كنت فاكر إن سكوته بعد، مع إنه كان انتظار للوقت الصح. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.